بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحة 1981 فوليتنا، حيث سوف نتعرف على 4 تطبيقات لتصوير شاشة هاتفك الأندرويد. طبعا هناك مجموعة من الإخوة الكرام الذين يريدون شرح مسألة معينة مثلا على هاتفهم الأندرويد ثم يرفعون الفيديو إلى اليوتيوب، وهناك يعني تطبيقات يمكن لك ذلك يعني شأن يعني نفس الشأن بالنسبة مثلا للحواسيب، هناك يعني برامج. بالتالي فهواتف الأندرويد أيضا تتوفر على التطبيقات. فقط المشكل الذي يعاني منه الكثير من الإخوة الكرام هو أنهم يصطدمون بتطبيقات تحتاج إلى صلاحية الروت. بالتالي في هذا الفيديو سوف أريك يعني تطبيقين لا يحتاجان إلى صلاحية الروت، وتطبيقين يحتاجان إلى صلاحية الروت، ولك أن تختار يعني ما تريد. أولى هذه التطبيقات التي لا تحتاج إلى صلاحية الروت هو موبيزين، يعني فبعد تحميله وتثبيته على هاتفك الأندرويد سوف تقوم بفتحه. سوف يطلب منكم يعني إنشاء حساب عبر وضع البريد الإلكتروني وكلمات السر، ثم بعد أن ينتقل بك إلى صفحة بهذا الشكل. فالكثير يعتقد بأنه عليك ربط يعني التطبيق بالحاسوب وإظهار شاشة هاتفك على حاسوبك، ثم من خلال ذلك يمكن لك يعني تصوير شاشة حاسوبك، وهذا خاطئ لأن هذا التطبيق يعطيك مباشرة إمكانية التسجيل بدون يعني ربط الحاسوب أو الهاتف بالحاسوب. بالتالي سوف تضغط على هذه القائمة في الأعلى، ثم تضغط على الخيار الأول وتختار مثلا جودة يعني الصورة إذا كنت تريد مثلا تسجيل يعني الصوت، إذا كنت تريد تسجيل الحركة التي تقوم بها يعني على هاتفك يعني بعد التصوير خلال التصوير عفوا. بعد ذلك سوف تقوم فقط بالضغط هنا يعني على هذه الأيقونة، وستظهر لك يعني أيقونة التطبيق في القائمة هنا. تقوم بالضغط هنا وتضغط على زر الكاميرا لبدء يعني في التصوير. كما تشاهدون الحين أصور يعني وأقوم بأشياء كثيرة على هاتف الأندرويد، وعندما أقوم ب يعني شرح مسألة معينة وأريد يعني خلاص قطع يعني الفيديو، أقوم بالضغط على هذه الأيقونة كما تشاهدون. ثم بعد الضغط على هذه الأيقونة سوف يظهر لي شعار يعني في الأعلى هنا بأنه تم تسجيل، فأضغط على الليست هنا وسوف أجد يعني الأشياء التي قمت بتسجيلها أحبابي في الله. كما تشاهدون في حالة يعني مثلا اليوم، فهناك يعني هذا الفيديو الذي سجلته الحين، فاستطيع تشغيله ب يعني مشغل فيديو معين. لاحظوا معي فهذا يعني الذي صورته ببساطة شديدة أحبابي في الله كما تشاهدون، وبدون الحاجة إلى صلاحية الروت. بالتالي فنمر إلى تطبيقات أخرى بعض منها يعني يحتاج إلى صلاحية الروت. هذه التطبيقات ثاني هذه التطبيقات هذا التطبيق الذي يحتاج إلى صلاحية الروت، فبعد الضغط عليه مباشرة يفتح معك يعني على بهذه الواجهة، حيث يمكن لك يعني هنا اختيار جودة يعني يعني الصورة يعني إلى غير ذلك. وأيضا يعني في الخيار الأخير واختيار مثلا عفوا يعني الميكروفون إلى غير ذلك. في الخيار الأخير تختار هنا يعني المكان الذي تريد يعني حفظ فيه يعني التسجيل. فأنا شخصيا اخترته يعني في عندما سوف تضغط على هذا الخيار في الوهلة الأولى سوف يظهر لك يعني القائمة، هناك سوف تختار المكان الذي قمت الذي تريد حفظ فيه التسجيل. بعد ذلك إذا ضغطت مباشرة على هذا الخيار سوف تظهر لك نافذة بهذا الشكل، ضغط على ستارت ناو ثم سوف يبدأ التسجيل. ولاحظوا معي الحين أقوم بحركة معينة، بعد اكتمال التسجيل فقط أسحب الشريط ثم أضغط على يعني الأيقونة الخاصة بالتسجيل هنا. كما سوف تشاهدون تم إنهاء الحين التسجيل وتم حفظه في المكان الذي قمت باختياره الذي هو جاليري في حالة نشر، وهذا هو الفيديو الذي قمت بتصويره كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. لاحظوا معي فتم تسجيله بشكل يعني بسيط وبدون يعني أي مشكل، لكن كما ذكرت يحتاج إلى صلاحية الروت. تطبيق آخر لا يحتاج إلى صلاحية الروت الحين وخاص بالهواتف التي لديها يعني لوليبوب الذي تم التثبيت فيه يعني لوليبوب يعني أندرويد لوليبوب. يعني لا يحتاج إلى يعني الروت، ففقط تقوم بالضغط هنا وتختار جودة،
ثم هنا تختار إذا كنت تريد التصوير بهذا الشكل أو بهذا الشكل إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك فقط تقوم بالضغط على زر بلاي هنا لكي يبدأ، عفوا يعني ليس زر بلاي بل زر هذه الأيقونة لكي يبدأ التسجيل. فنضغط على ستارت وسوف تتحول إلى اللون الأحمر، والحين أستطيع شرح أي مسألة معينة على هاتفي. بعد اكتمال يعني شرح مسألة معينة أفتح مرة أخرى التطبيق وأضغط على هذه الأيقونة كما سوف تشاهدون. خلاص الحين تم إغلاق يعني التسجيل، وأضغط على بلاي لتشغيله بأي مشغل كما تشاهدون. والحين أستطيع شرح أي مسألة معينة على هاتفي. بعد اكتمال يعني شرح مسألة معينة كما تشاهدون فتم تسجيل ما قمت به أحبابي في الله. تطبيق أخير يعني هو الآخر يعني يحتاج إلى روت، ففقط تقوم بالضغط على هنا. يمكن لك اختيار كما ذكرت جميع الأشياء، الصوت إلى غير ذلك إذا كنت تريد تسجيل الصوت إلى غير ذلك، وأشياء أخرى يمكن لك اختيارها من قائمة السيتنج. ثم اضغط فقط هنا لكي يبدأ التسجيل أحبابي في الله، وسوف تجده في المكان الذي قمت باختياره هنا لحفظه فيه. يعني مثلا قم بوضعه في الداونلود أو يعني في جاليري إلى غير ذلك، المسار الذي تريد حفظ فيه فقط التسجيل بالضغط على الريكوردر هنا يعني، وسوف يبدأ التسجيل. اضغط على ستارت وانتظر بضعة ثواني حتى يبدأ التسجيل أحبابي في الله. بتمنى الدرس قد أفادكم. شرحنا فيه يعني 4 تطبيقات لتسجيل شاشة هاتفك الأندرويد بدون الحاجة إلى الروت أو بالروت إذا كنت تريد ذلك. لا تنسوا زيارتنا دائما على موقعنا دو الفيديو .5.com، والذين لا تسمعتنا على فيسبوك.com/981. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.